طيب هنبدأ أول حاجة نكمل السكر في طاوة على النار. راح نحط نص كوب سكر، هذا ما حطيته في المقادير لأنه كل واحدة حسب صينيتها، مع 3 ملاعق كبيرة موية. بس ما نقلب بالملعقة كل شوية، زي كده تعملي عشان لا يتبلور السكر ويصير فيه تكتلات. بدي الطريقة ليش حطينا موية؟ عشان ما يتبلور السكر ويصير كده في الأطراف في تكتلات. يفضل كمان انكم تغطوه بس شوية، بس شوية كده يتبوخ، وبعدين ترفعوا الغطا. خلينا نوطي النار شوية قبل ما اصور سخنة الطاوة. طيب وتسيبوه يغلي زي كده الين ما يتكرمل السكر، ونحطه في الصينية وهو حار. يكرمل مرة بسرعة، فخلوكم كده على راسه لا تسيبوه. شايفين اللون الجميل ده والناعم؟ دحين راح نصبه في الصينية اللي راح نحط فيها الكريم كراميل او في الزبادي الصغيرة. خلاص بعد ما صبيت الكراميل هنا، راح اسيبه يمسك نفسه شوية ويجمد نقطة عبال ما اجهز الخلطة حقت الكريم كراميل في الخلاط. في خلاط الجك راح نحط موية فاترة. المقادير حطيت لكم هي في اول السنابات، انه كتير حيرسلوا لي دحين ايش الطريقة. حليب بودرة، سكر، واحد مغلف من كريم كراميل الجاهز اي نوع تفضلوه، وعندنا بيض، بسم الله، واخر حاجة ما ننسى الفانيليا. يفضل تكون مرة كويس تخلطوه. بعد ما خلطت الخلطة مرة كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، نضيفها على السكر اللي كرملناه. تعملوا له حمام مائي وتدخلوا الكريم كراميل جوة الحمام المائي وتدخلوها الفرن انا حطيته على 180 درجة مئوية من تحت بس، والوقت تقريبا من 45 دقيقة الى ساعة، الين ما ندخل السكينة في النص زي فكرة الكيك، ندخل السكينة في النص وتخرج نظيفة، معناته انه استوت معنا الكريمة. طيب من ضمن الاشياء اللي تخلي الكريمة ما تزبط وما تكون كده ناعمة وتكون وفيها ريحة بيض، الحرارة. كل ما تعملوا الفرن حار بزيادة عن اللزوم، يتفرول البيض جوا، يستوي بزيادة ويقوم يحبب ويصير قوامه أو ملمس الكريم كراميل مو لذيذ، والطعم كمان يكون فيها طعم بيض. شايفين كيف؟ هذه الصينية حطيت فيها موية حارة، لازم تكون حارة، وبعدين حطيت صينية الكريم كراميل. يلا بوشت. خلاص دحين رح نقفل الفرن ونقول لها مع السلامة إن شاء الله كمان 45 دقيقة إلى ساعة وأرجع لكم. شوفوا حبايبي، هذه تقريبا بعد 45 دقيقة خلاص استوت. لما تدخلي السكينة تخرج نظيفة زي لما تعملي كيك كده، معناته انها استوت. تخلوها تبرد من الحرارة اللي فيها، تغطوها وتدخلوها على الثلاجة الين تاني يوم تقلبوها. بعد ما تبرد تماما 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 تنقلب الأطراف عشان ما تلصق وتتكسر، وأقلبها. تفكوها بالسكينة، ما تدخلوا سكينة لين جوا عشان لا تتفتت الأطراف، يعني بس كده حاولوا انكم بس تفكوا الالتصاق اللي يكون في الطرف بس من فوق. بعدين لما تيجوا تقلبوها ادوها رجتين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف ما شاء الله تبارك الله، لون السكر مع تماسك الكريمة مرة شي فنان ما شاء الله. راح اغطيه وادخله الثلاجة، استنى صحباتي يجوا ناكل ان شاء الله، وبعد الاكل راح اقطع واوريكم هو من جوا. ابغاكم تذوقوا وتقولوا لي رايكم، بس شوفوا شوفي يا ناهد كيف تتقطع، وابغاكم تقولوا لي رايكم الان. ما يحتاج منظر. شوفوا كيف ناعمه من جوا، دوبها خلود تقول لي انا احب فيها الاخرام دي، قلت لها الناس قاعدين يقولوا لي كيف الاخرام دي تروح. شوف شوفوا الكريمه كيف ما شاء الله. لا تفوت.